وبعدين ابتدى نوع تاني من الضغط عمري ما كنت أتخيل إنه يتعمل فيا في حياتي. طبعا أنا أول 3 شهور أنا ما نزلتش خالص. ابتديت بعد 3 شهور أقول له يا سيدنا أنا عايز أنزل. تنزل ليه؟ وأنا متجوز. أيوة، ما احنا عارفين ما تاخد خلوة هي رخرة، ما تقعد كأنها في دير. ايه القسوة دي يعني؟ وانا مش عارف اقول لمراتي انا نازل امتى، ومش عارف اقول لها حاجة، ومش عايز احط لها صورة صعبة عن الراجل اللي محتضني بمحبة. لكن ابتدت القسوة دي تظهر في حاجات كتير. لا مش هتنزل دلوقتي. في الفترة دي كان سيدنا مهتم بماهر جدا جدا ومتبنيه من كل ناحية. كان سيدنا دايما يسألني على فيبي اللي هي مرات ماهر فايز، لأنه عارف علاقتي بيها. كان بيحب يطمن عليها جدا جدا في كل الأمور. كان دايما يقول لي اسأليها لو هي محتاجة أي حاجة، لو محتاجة حاجة مادية، لو محتاجة فلوس، أي إمكانيات عايزاها أنا أبوها. احنا خدنا منها الراجل وقعدناه هنا في الدير، يبقى احنا مسؤولين عنها. كان حنين قوي في الموضوع ده، ومش بيعزم عزومة كده وخلاص او بيقول كلام مجاملة، لكن حقيقي ده كان من قلبه. وفيبي كان بتنبسط جدا جدا. ويمكن اللي كان بيخفف من وطئة ان ماهر بعيد عنها اهتمام سيدنا الأبوي جدا بيها. يعني كانت محبة غير عادية، محبة فائقة من سيدنا. تانية ابتدى الوش البشوش المبتسم. احنا كنا نستناه وهو طالع الدير كده بفرح، فنقف كده صف كده، والناس اللي بيشتغلوا وابونا بشوي واي حد مكرسين و2 3 مكرسات، فيفتح الازاز وهو بيقول يا رب سلام. وبعدين لما ينزل او سواء قبل ما ينزل يجي عندي انا ويقول لي كلمه صعبه او جمله صعبه. انت ايه اللي مقعدك هنا؟